هنا الإسكندرية. يا قلبي روح لمكة وشوقك سابق العين، ده المصري هو اللي عمر ووسع الحرمين. أحمد باشا حمزة وزيرنا مصري أصيل، نور مقام النبي ومسجد نبينا الأمين. جت مصر عملت تكية وكمان عملت سبيل، وبعتت للكعبة كسوة هدية المصريين. وسمعنا صوت الست بتقول بلحن جميل، القلب يعشق لبيرم بيهز فينا حنين. وثلاثية صالح بتوصف لهفة العابدين. هاجر المصرية أم نبينا إسماعيل، عزمتها تعلم لحد يوم الدين. وفي كل ركن في مكة لمصر حق أصيل. أبو العرب ده حفيدنا وجد نبينا الزين. مصر في ليالي العشر. كلمات المقدمة إهداء الشاعر مدحت يوسف. مصر في الليالي العشر. الإعداد أماني أبو السعود. التقديم رامي محفوظ. أماني أبو السعود. ويحكي التاريخ حكايات من سيرة الأجداد. وحكايتنا النهاردة عن إيه؟ كسوة الكعبة. كسوة الكعبة قطعة من الحرير الأسود منقوش عليها آيات من القرآن بماء الذهب، تكسى بها الكعبة المشرفة وبيتم استبدالها مرة كل عام. بتتغير مطلع كل عام هجري جديد، وكانت زمان بتتغير يوم وقفة عرفة خلال موسم الحج. وبرع في الكسوة أكبر فناني العالم الإسلامي. من الخطأ الاعتقاد بأن دور مصر في كسوة الكعبة بدأ مع الخلافة الفاطمية اللي كانت القاهرة عاصمة لها، لكن دور مصر بدأ قبل كده بقرون في عهد ثاني الخلفاء الراشدين سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان مهتم بكسوة الكعبة بالقماش المصري المعروف بالقباطي واللي اشتهرت الفيوم بتصنيعه. أطلق العرب لفظ قباطي على نسيج مصر نسبة إلى أهل مصر، وأقباط جمع قبطي هو لفظ يدل على ساكني وادي النيل من المصريين. يعني لفظ قبط بيدل على أهل مصر ومش مرتبط بالمعتقد الديني. ونرجع تاني لكسوة الكعبة. كسوة الكعبة ارتفاعها 14 متر، بيحليها في الثلث الأعلى حزام بيعرف بحزام الكعبة المطرز بالأسلاك المصنوعة من الفضة المحلاة بالذهب، ومنقوش عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله جل جلاله، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويا حنان يا منان. وتحتها مباشرة سورة الإخلاص داخل مربعات مطرزة بنفس الطريقة، وكمان كسوة مقام إبراهيم عليه السلام، وستارة باب مقصورة إبراهيم عليه السلام، وستارة باب التوبة، وباب منبر الحرم المكي، وبعدها كيس مفتاح الكعبة المشرفة، بالإضافة لكسوة الحجرة النبوية الشريفة وستارة المنبر النبوي. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله، على النبي صلوا صلاتنا توصل
اهتم الخلفاء الأمويون والعباسيون بكسوة الكعبة. دور العباسيون عن أجود أنواع الحرير فوجدوه في مدينة تنيس المصرية اللي اشتهرت وقتها بالمنتجات الثمينة الرائعة، فصنعوا بها الكسوة الفاخرة من الحرير الأسود. وكانت كمان قرية تونة وشطة اشتهرتا أيضا بحرفة التطريز. ظلت كسوة الكعبة المشرفة ترسل إلى السعودية من مصر عبر القرون باستثناء فترات زمنية قصيرة ولأسباب سياسية. ومع بداية الدولة الفاطمية اهتم الحكام الفاطميين بإرسال كسوة الكعبة كل عام من مصر، وكانت الكسوة بيضاء اللون. وفي الدولة المملوكية وفي عهد السلطان الظاهر بيبرس أصبحت كسوة الكعبة ترسل من مصر. وللمحافظة على هذا الشرف أوقف الملك الصالح إسماعيل ابن عبد الملك الناصر محمد ابن قلاوون وقف خاص لكسوة الكعبة الخارجية السوداء مرة كل سنة. وكان الوقف عبارة عن قريتين من قرى القليوبية. كان بيتحصل من هذا الوقف على 8900 درهم سنويا، وظل هذا هو النظام القائم لعهد السلطان العثماني سليمان القانوني. وفي عهد السلطان سليمان القانوني أضاف إلى الوقف المخصص لكسوة الكعبة 7 قرى أخرى لتصبح القرى الموقوفة لكسوة الكعبة 9 قرى، وذلك للوفاء بالتزامات الكسوة. ظلت كسوة الكعبة ترسل بانتظام من مصر بصورة سنوية بيحملها أمير الحج في قافلة الحج المصرية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وفي عهد محمد علي باشا توقفت مصر عن إرسال الكسوة بعد الصدام اللي حصل بين أتباع محمد ابن عبد الوهاب في الأراضي الحجازية وقافلة الحج المصرية عام 1807. تأسست دار لصناعة كسوة الكعبة بحي الخرنفش في القاهرة. هو حي عريق بيقع عند التقاء شارع بين السورين وميدان باب الشعرية. واستمر العمل في دار الخرنفش حتى عام 62، وكان يقام حفل رسمي وشعبي كبير في حي الخرنفش أمام مسجد القاضي عبد الباسط قاضي قضاة مصر ووزير الخزانة العامة والمشرف على صناعة الكسوة. وبتخرج بعدها الكسوة في احتفال بهيج، وبتخرج وراها الجموع من ميدان الرميلة لقرب القلعة. وما زالت هذه الدار قائمة حتى الآن وبتحتفظ بآخر كسوة صنعت للكعبة داخلها. ويفضل جدار الزمان يحكي حكايات من سيرة الأجداد. مصر في الليالي العشر. الإعداد أماني أبو السعود. التقديم رامي محفوظ. أماني أبو السعود.